بعدما خرج الناخب الوطني وليد الركراكي اليوم السبت في ندوة صحفية وقال بأن المنتخب المغربي سيخوض مباراة أمام نظيره البلجيكي غدا الأحد إن شاء الله على أرضية ملعب الثمامة برسم الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022 بهدف واحد وهو تحقيق الفوز والمضي قدما نحو الدور الثاني من المسابقة. وأضاف وليد الركراكي بأن اللاعبين عازمين على تقديم مباراة من المستوى الجيد والظهور بشكل أفضل لتحقيق الفوز أمام المنتخب البلجيكي الذي يعج بالنجوم. وبعد انتهاء اللقاء الصحفي الذي عقده الركراكي بمركز الإعلامي التابع للفيفا، رصدت الكاميرا المحيطة بالمنتخب لقطة غير متوقعة جمعت بين مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ومدرب منتخب بلجيكا ونجمهم الأول إيدن هازارد. ورجحت مصادر مقربة من محيط المنتخب المغربي بأن الحوار الذي جمع بينهم كان حول المباراة القادمة، حينها توعد وليد الركراكي المدرب مارتينيز مدرب بلجيكا بأنه سوف يخلق المفاجأة أمامهم، وهو المنتخب الذي يعد أحد أفضل المنتخبات على المستوى العالمي ويتوفر على لاعبين مخضرمين أمثال كيفن دي بروين وهازارد والحارس تيبو كورتوا. وقال الركراكي لمارتينيز أنه إذا ظن بأن لديه أحسن حارس فنحن نظن بأن لدينا أحسن حارس في العالم. فمشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا كتابة آرائكم وتوقعاتكم حول مباراة المنتخب المغربي والبلجيكي وما هي النتيجة المحتملة لهذه المباراة، وشكرا لكم على حسن المتابعة.